السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. النهاردة هنفرز المانجا على اصلها واقولك ازاي لونها يقعد معاكي للسنة ومانجاية واحدة بس هتعمل معاكي اكبر كمية من العصير ويبقى تقيل جدا. يلا بينا، الفيديو ده قوي جدا، اسمعي من اوله لاخره وما تنسيش اللايك. بالله عليكم يا جماعة اعملوا مشاهدة وحطوا اللايك من ايديكم الحلوة. والله يا جماعة القناة وقعت مني خالص خالص، يعني ربنا المستعان. يعني عايزاكم بالله عليكم نكبر القناة عشان تبقى اكبر عيلة في الدنيا ان شاء الله. اول حاجة المانجا دي اسمها مانجة الهندي. دي يا جماعة النوع ده حلو قوي قوي في العصير، وعايزة اقول لكم بيدي قوام جميل جدا. طبعا انا هنا نزل، هو طبعا في اسماء كتيرة، في المانجا العويسي، في المانجا الزبدة، بس عايزة اقول لكم الزبدة دي هي حلوة في الاكل، بس التفريز بصراحة مش، انا ما جربتهاش. هو في ناس بتقول مش حلوة بس انا بصراحة ما جربتهاش. اللي بجربها هي المانجا العويسي. في كذا نوع مانجا تاني، جوزي بصراحة اللي حافظ الاسامي بتاعت المانجا وكده، عشان هو اللي بينزل بيروح الوكالة وبيجيبها لنا. عايزة اقول لكم المانجا دلوقتي اسعار المانجا بقت دلوقتي بقت غاليه، بس عايزه اقول لكم السبت ده، يعني الكيلو في السبت قطع علينا ب10 جنيه، يعني رخيصه جدا جدا في الوكاله. بس عشان كمان جوزي جاب كميه كبيره ما شاء الله، يعني جاب ليا وجاب لاختي وجاب لمامتي ومرات عمي، لمينا كلنا يعني مع بعض وكده عند اهل بيت ابويا وكده. آه واهل جوزي برضو في اللي كان عايز وفي اللي لا. عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله جاب كميه كبيره حلوه، عشان كده الراجل عمل معاه واجب. يعني دلوقتي المانجا اصلا بقت غاليه. طبعا انا بصراحه جاب لي السبت ده، يعني ما اعرفش فيه كام كيلو بصراحه، انا ما وزنتوش يعني. بس عايزه اقول لكم يعني هو حلوه بصراحه، هتكفيني يعني ايه لرمضان وكده. وطبعا الاولاد زي ما انتم عارفين بقى عايزين عصير، الجو حر جدا وطالبين كوبايه عصير مانجا، ايس كريم، عايزين واحده ياكلوها. يعني عايزه اقول لكم انا لما غسلتها كل واحد اخد واحده، عشان كان طعمها مسكر جدا وطعمها حلو. طبعا انا غسلتها كويس جدا. بعد ما غسلت المانجا بتاعتي كويس جدا جدا، عشان هي كانت فيها اللون اسود وكده، مش يعني هو فيه كانت ليها خط اسود وكده، بس دي كانت في القشره، بس كانت فيها ترابه فيها حاجه، غسلناها صفيتها كويس جدا على صينيه العشاء. وبعد كده فردت عندي التلاجة الفريزر بتاعي، غسلته كويس جدا ورحت حطيت فيه اكياس من التلاجة، فتحتها وسبت عندي يعني ليله او ليلتين من لغايه لما المانجا عندي تتجمد. بعد ما اتجمدت طلعتها من الفريزر وهبدا، مش هقشرها، ركزوا معايا، هبدأ هنا هقطعها مكعبات زي ما انتوا هتشوفوا. طب انت ليه عملت كده؟ كنت قطعتيها وحطيتها في اكياس. عايزه اقول لكم والله يا جماعه الطريقه دي بتفرق جدا. واولا لما تيجي تقطعيها بتبقى تقطيعتها سهله، غير لما ابقى ايه سايحه معاكي وتلاقيها ايديك اتبهدلت والكلام ده كله اتبهدل معاكي. طيب انا عملتها هنا ليه وتلجتها الاول بحالها كده بعضمها؟ عايزه اقول لكم بيبقى معايا لونها بيقعد زي ما هو كده زي ما انتوا شايفين، غير لما تقطعيها وتحطيها في الاكياس. والله يا جماعة الطريقة دي بتفرق جدا جدا، غير الطريقة التانية. دي طريقة ماما هي اللي بتعملها على طول، وكانت تفرزها لنا وتبعتها لنا كده على طول بصراحة. قالت لي على الطريقه وفعلا عملتها زي ما انتم شايفين. طبعا بصوا انا طريقتها هنا سهله، والجو حر اصلا، يعني لما ابقى متلجه على ايدك ولا حاجه كده كده الجو حر يعني. خلاص كده انا ببدا اقطعها. طب في ناس هتقولي طب ما تقشريها بالمره احسن ما بتعملي العصير وتيجي تصفيها بعد كده. عايزه اقول لكم الطريقه دي والله العظيم القشر ده بيعمل قوام حلو قوي، بيعمل قوام حلو قوي قوي في العصير. يعني هو القشر نفسه بيبقى قوام العصير نفسه تقيل، غير بقى ايه لما ما بتعملهاش من قشرها. وكل واحد برضو حسب التفريز بتاعه، ناس كتيرة بتفرزها غير التانية ودي بتغير كده. انا صراحة تفريزتي هي تفريزة ماما بالظبط، اللي هي عطتني ماما اللي بتعملها، انا عملتها زي ماما بالظبط بقشرها وكده. وبعد ما اجمدها الاول واروح مقطعاها كده. هو القشر يا جماعة اللي بيعمل معانا القوام التقيل بتاع العصير. احنا بنحب بتاع المطاعم بتاع الكافيهات، العصير بتاعهم تقيل جدا. ليه؟ بيعملوه بقشرهم وبيحطوا لها كمان لون بتاع العصير اللي هو بتاع عصير المانجا، بيبقى لونها فاتح جدا جدا. وكمان بيعملوا الطريقه دي والله بيعملوها بقشرها. خلاص انا هنا ببدا اقطع في الكروانه لغايه لما الكروانه تتملي، وببدا اكيس عندي في الكيس. انا بحط صراحه بنظره عين، يعني موازنتش ولا اي حاجه، بس الكيس في الاخر يعني طلع كيلو الا ربع او نص كيلو. يعني لو ضيوف كتير، عايزه اقول لكم والله انا الضيوف لو جت يعني كذا ضيف ما عندك اسرتين وكده، والله انا عملت كيس واحد عمل ما شاء الله معايا شفشقين. والشفشقين دول كانوا تقال جدا. يعني عايزه اقول لكم انا في يوم ان شاء الله هعمل لكم العصير المانجا ده، والله يبقى تقيل جدا جدا زي ما انتوا هتشوفوا في الاخر.
طبعا هنا خلاص، كل لما بقى بخلص بقطع وكده بملك كروانه واروح عاملاهم في الكيسه واربطهم. واهم حاجه اطلع منهم اي هوا، عشان الهوا ده في الكيسه لما بتيجي تربطيه وكده بيتدخل للمانجا فتحات كده، وبيخلي لونها غامق معاكي. خلاص زي ما انتم شايفين انا ببدا هنا بطلع الهوا اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده ببدا اربط وبخلي ربطه هنا، يعني زي ما انتم شايفين ليها زي مسكه ايد كده. الماسكه دي لما تيجي تفكها بتفكها بسهوله جدا. خلاص هنا ببدا اعمل زي ما انتم شايفين، بطلع الهواء وببدا اضغط عندي المانجا كده عشان لما اجي احطها في الفريزر ما تاخدش معايا مكان. وهنا لما اجي اعمل الكيس ببدا اعمله زي ما انتم شايفين اهو، عشان يسهل معايا الموضوع لما اجي افك الكيس. غير بقى اقعد افتح بسكينه، او حابه تغسلي الكيس بعد كده تفرزي فيه حاجات تانية مفيش اي مشكله، انا بصراحه برميه يعني. خلاص خلصت بقى الكميه كلها ما شاء الله. عايزه اقول لكم عمل معايا كام كيس زي ما انتم شايفين. وفرزت كمان فراوله، وفرزتي جوافه، عشان بقى كل سنه وانتم طيبين بقى رمضان وكده بيعوز عصاير كتيره جدا. ده طبعا تفريزه رمضان بتاع العصير المانجا. بس كده، يا رب يكون عجبتكم. لو عجبتكم حطوا لايك من ايديكم الحلوه، وشجعوني بالله عليكم يا جماعه، وارفعوا الفيديو ده بالله عليكم يا جماعه. حطوا اللايك، اهم حاجه اللايك، واعملوا مشاهده. وبس كده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه حتى لو بمعلومه صغيره. وان شاء الله هتعملوا الطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. بس كده فيديو النهارده.